لو سألت أي صاحب شركة نفسك تحقق إيه السنة دي؟ في الغالب هيقول لك أنا عايز أكبر، أكبر ده أكبر في كل شيء، أكبر في عدد العملاء، أكبر في عدد المبيعات أو في زيادة المبيعات يعني، أكبر في زيادة الأرباح. ولكن السؤال المهم جدا، مين الشخص اللي مسؤوليته الأساسية إنه يحقق للشركة النمو ده؟ هل هو مدير التسويق؟ هل هو مدير المبيعات؟ هل هو المدير التنفيذي؟ هل هي مسؤولية مشتركة ما بينهم كلهم ولا في شخص ليه التركيز الأكبر في مسؤولية النمو ده؟ لا طبعا في شخص هو المسؤول بشكل رئيسي او شكل اساسي، وفي وظيفه كامله اتخلقت علشان تحقق الهدف ده، وهو النمو او الجروث. الوظيفه دي اسمها الجروث ماركتنج مانجر. الفيديوهات دي من بتشتغل ايه؟ احنا هنتكلم بتفصيل زياده عن الفيديوهات السابقه عن الوظيفه وعن كل تراك، ازاي الوظيفه دي تناسبك او تناسب شخصيتك، تناسب نوع دراستك. الوظيفه دي ايه مميزاتها، ايه عيوبها. هنعيش سوا يوم كامل مع الوظيفه دي من مهام ومن صعاب بيقابلها بشكل او باخر، ومن اجتماعات بيعملها مثلا خلال اليوم، بحيث انك تقدر تقرر الوظيفه دي تناسبك وتناسب التراك اللي انت عايز تمشي فيه وشخصيتك وتحمل او الباشون حتى في انك تشتغل الشغلانه دي، او ان انت الوظيفه دي مش هتناسبك بشكل او باخر، فانت بتشوف وظائف اخرى. وهنتكلم عن وظائف تانية كتير قوي. تابع معايا سلسله بتشتغل ايه. طيب خلينا نتكلم الاول يعني ايه جروس ماركتنج عشان تبقى فاهم مسمى الحاجه نفسها قبل مسمى الوظيفه. خليني اسالك سؤال كده، لو انت عملت اعلان وجاب مليون مشاهده مثلا، بس ما فيش حد اشترى خالص، هل الاعلان ده بالنسبه لك نجح؟ انا طبعا بسالك كمسوق كماركتير. الاجابه طبعا لا. الجروس ماركتنج دايما مش بيقيس النجاح بعدد اللايكات والمشاهدات والحاجات دي كلها، لا دي كلها بالنسبه للماركتنج يعني جاست اكسسوارز. هو بيقيسه بسؤال واحد بس: كم عميل جديد كسبته الشركه؟ كام زادت ايرادات الشركه؟ او كام زادت ارباح الشركه؟ بعنا بقد ايه؟ والفلوس قد ايه؟ طيب خلينا بقى ناخد يوم كده في حياه الجروس ماركتنج مانجر، بحيث تتخيل معايا الراجل ده بيعمل ايه خلال اليوم. في الصباح هو اول حاجه بيفتح كل الداشبوردز قدامه علشان يقعد يتفرج على الارقام، يقعد يتفرج على كل الارقام ويشوف كام واحد زار الموقع او دخل الموقع، كام واحد سجل، كام حد اشترى. بعدها بيقعد بعد ما خد كل الارقام المهمه او المتركس المهمه في الكيسه بتاعته علشان يروح يقعد بقى مع الفريق، يقعد مع صناع المحتوى، يقعد مع المصممين، يقعد مع السوشيال ميديا سبيشالست، يقعد مع كل اعضاء فريقه. وبعدها بعد مناقشات ومحاورات وتحليلات ويسمع من ده ويسمع من ده ويشوف فكره من ده وفكره من ده، بيبتدي بعديها يقرر اكزاكتلي فين المشكله. هل المشكله في الاعلان اللي هو عامله، ولا في لاندنج بيج او صفحه الهبوط، ولا في نموذج التسجيل الريجستريشن فورم اللي هو عاملها، ولا تجربه المستخدم ككل اليوزر اكسبيرينس اللي موجوده في الموقع او في الستور؟ بعد ما بيوصل لكل الحوارات دي او كل الاسئله دي بيسالها لنفسه او مع الفريق، بيجيب كل المعلومات دي مع معلومات اللي خدها من الداشبوردز دي، ويقعد في اخر اليوم كده يراجع الارقام مره ثانيه ويشوف هل الارقام متطابقه مع الحاله اللي احنا فيها، ولا العجز في الارقام او اختلاف الارقام اللي موجود ده محتاج ان احنا نغير شيء من الاشياء اللي ذكرناها دي، سواء كونتنت، سواء نوع الاعلان او نوع الجمهور المستهدف، او حتى اليوزر اكسبيرينس. وبعدها طبعا هو شغله كله مبني على الارقام. بعدها بيبتدي يتخذ القرار. ده كده عباره عن يومه عباره عن داشبوردز، اجتماعات، تعديلات على الادز بلاتفورمز، تعديلات على البلاتفورمز نفسها، ان كان ويب سايت او ان كان ابلكيشن او ان كان حتى اونلاين ستور. كل يومه هو عباره عن مونيتورنج واديتس وميتنجز ومراجعه وتحليل ارقام. ده يوم الجروس ماركتنج، ايا كان فروم سبيشالست حتى تو مانجر. طبعا هو سبيشالست بينفذ حاجات كتير بايده اكتر ما بيكون في المانجيريال ليفل. طيب الحقيقه بقى اللي مش كتير من الناس بتقول لك عليها، ان الناس فاكره ان الجروس ماركتنج ده اعلاناته بس، يعني بيتلخبط ما بين الجروس ماركتنج والبرفورمانس ماركتنج والميديا باير، واحنا الثلاثه هنوضحهم ان شاء الله خلال فيديوهات بتشتغل ايه. الحقيقه الاعلانات بتمثل جزء من شغل الجروس ماركتنج، ولكن انك عشان تحقق نمو كامل، جروث كامل، انت محتاج تشتغل على كل الاحتمالات وعلى كل الشانلز وعلى كل الامور. يعني لازم تكون بتفهم كويس جدا في البلاتفورمز وطبيعه شغلها، لازم تكون بتفهم كويس جدا في اليو اي ان يو اكس او اليوزر اكسبيرينس، لازم تكون بتفهم جدا في اليو اكس رايتنج او الكتابه لتجربه المستخدم، لازم تكون بتفهم كويس قوي قوي في ازاي تحسن من الموقع كاس اي او او اس اي ام، الايميل ماركتنج، الانتجريشنز الخاصه بالاس ام اس وبالواتساب، ازاي برامج الاحاله او الريفيرال بروجرام ماركتنج بتشتغل، ازاي تعدل خطوه واحده من ضمن خطوات رحله الشراء، وايه هي اصلا رحله الشراء. فانت بتبقى عندك معلومات وخبرات في امور كتير جدا جدا، مش بس ان انت بتعتمد على فكره ان انا جاست بعمل اعلانات لايك وظائف هنتكلم فيها في الفيديوهات التانيه كتير. طب ايه المميزات للشركه دي؟ سوري، ايه المميزات للوظيفه دي؟ اول حاجه طبعا ان انت بيبقى ليك تاثير مباشر جدا على نتائج الشركه، فانت من الصفوه، يعني انت من الناس اللي لما بتخش كده الشركه، انت الناس بتبص لك بصه ان انت فلوس، عارف، انت بتزود ارباح، بتساعد الشركه في النمو وفي الاستقرار، فانت بيتبص لك البصه دي.
طلب مرتفع جدا عليك في شركات، وخاصه شركات التقنيه وشركات الساس بتحتاج حد يشتغل في الجروس ماركتنج. طبعا سالاريز ممتازه جدا، سالاريز رينجاتها عاليه جدا، بتصل لبعض الاحيان اكتر من 10 و12 الف دولار، دي رواتب عالميا. تمام. تنوع في المهام، على طول عندك اكتر من مهمه، مش بس تشتغل على اعلانات ومش بس بتتعامل مع فريق معين، لا انت بتتعامل مع كل فرق الشركه، بتتعامل مع فرق مختلفه، يمكن تتعامل حتى مع الحسابات، بتتعامل مع كل ادارات الشركه وتتعامل مع كل التيمز الموجوده في الشركه. طب ايه بقى بعض العيوب اللي موجوده في الشغلانه دي؟ طبعا ضغط تحقيق الاهداف ده ضغط رهيب جدا، انك طول الوقت ها ايه الاخبار، ها عملنا ايه، خلي بالك احنا محتاجين كاش فلو، خلي بالك احنا داخلين على موسم كذا، خلي بالك الحاجات اللي حاصله في السوق دي مأثره على المبيعات، طول الوقت انت بتعيش ضغط، طول الوقت انت على هبه الاستعداد، انت طول الوقت شادد الشده وجاهز في اي وقت، جاهز في اي وقت لا قدر الله تحصل كرايسيس، جاهز في اي وقت ان تحصل مشاكل، جاهز في اي وقت ان انت الشركه محتاجه كاش فلو، محتاجه ضخ فلوس دلوقتي فمحتاجين نبيع اكتر، طول الوقت انت عندك ضغط لتحقيق الاهداف. قراراتك دايما بتتقاس بالارقام، اي قرار هتاخده دايما بنبص له بصه ارقام، ما بنبصلوش نهائيا بصه انه ايه اتس اوكي يعني حاجه كده، لا احنا بنبص له انه حقق ارقام، حقق الهدف المرجو منه ولا ما حققش. هنا احنا عندنا ايه مشكله. دايما بتحتاج ان انت تتعلم. طبعا اكيد كلنا في كل الشغل بنحتاج ان احنا نتعلم ونتطور، ولكن في شغلانه الجروث انت محتاج انك طول الوقت تكون ابديتد، طول الوقت تكون متعلم، طول الوقت تكون متابع البلاتفورمز وتحديثاتها، طول الوقت تكون متابع ايه الجديد في السوق، طول الوقت تكون بتدرس سلوك المستخدم او سلوك المشتري، طول الوقت انت في دراسات، وطول الوقت انت في تعليم، طول الوقت انت في كورسز، طول الوقت انت في تطوير. فده طبعا هياخد جزء من وقتك في يومك، فبالتالي بياخد برضو منك مجهود زياده عن اي عمل اخر. التراي اند ايرور او بنسميه التجربه والخطا، ده جزء اساسي جدا من شغلك، دايما مبني على التراي اند ايرور. لازم تستفيد من الاخطاء حتى لو ما كانش اخطاء او اخطاء غيرك او اخطاء انت شفتها في فيديوهات حد بيحكي عنها او كده، طول الوقت لازم تكون ماشي بفكره تراي اند ايرور علشان دايما تبقى الى حد كبير التجربه اللي انت بتعملها بتكون اقرب الى الصح او النجاح. طيب الشغلانه دي بتناسبك؟ انا سمعت كلام كتير كده ولا لا؟ بص يا سيدي، انت لو شخص فعلا بتحب الارقام قوي، تحب الماثماتكس يعني تحب الماث، تحب تحليل الارقام، تحب تبص على الارقام وتقارنها ببعض، تحب شغل المعادلات، تحب شغل كل الحاجات اللي فيها تحليل بيانات وكلام زي كده، بتحب شغل الكرياتيف ازاي تعمل حاجه تشد العميل، تحب السايكولوجي علم النفس انك تدرس علم نفس المستخدم، ازاي المستخدم ده بيكرر الشراء وازاي الحاجات دي، انت لو بتحب كل الامور دي وبتحب القراءه والاطلاع والتجربه في الامور دي وبتستمتع كده وانت بتحلل النتائج، عندك فضول دايما لتجربه فكره جديده، فاعتقد الوظيفه دي هتكون حلوه جدا ليك وهيبقى فيك باشون كبير قوي وانت بتشتغل، يعني مبسوط، عندك طموح، عندك حلم عايز تحققه. لكن لو بتكره البيانات بشكل او باخر، بتكره تحليل البيانات، بتكره الحسابات، بتكره ان انت تعمل حاجه وتفشل فيها، لان الموضوع ده فيه ترايل ايرورز كتير جدا وفيها محاولات فشل كتير جدا، فبتحب الروتين، يعني انا عندي شغلي انا بعمل 1 2 3 فما بحبش الكلام ده وكده، فغالبا هتبقى الشغلانه دي مرهقه جدا بالنسبه لك. طيب انا تمام جدا مع اللي انت قلته فوق، وانا مبسوط جدا ان انا هشتغل بالاجواء دي واشتغل بالطريقه دي، فانا عايز بقى ادخل المجال ده. طريق للدخول عشان تاخد مجال الجروث او الجروث ماركتنج ان جنرال، لازم في البدايه تكون ديجيتال ماركتير، لازم تفهم اساسيات التسويق الرقمي والتجاره الرقميه، ديجيتال ماركتنج، اي كوميرس، لازم حتى توصل لليفل الادفانسد شويه مش بيزك، يعني ان كان بكورسز وشويه انترنشيب واشتغلت از جونيور فتره في سواء في ديجيتال ماركتنج او في اي كوميرس، فانت في الحته دي عندك بيزكس كتير جدا وعندك قاعده نقدر نبني عليها فكر الجروث من حته الديجيتال ماركتنج. طبيعي جدا ان انت تكون شاطر قوي في الاناليتكس ان جنرال، وخاصه اناليتكس لايك تول يعني لايك جي اي 4 مثلا، الحاجات دي بالنسبه لك هتبقى قويه جدا، لازم تتعلم عليها حاجات لايك جي اي 4 او حتى ويب سايتس لايك سيم راش او غيره، لازم تبقى قادر تقرا الداشبوردز، اول ما تشوف عينك بتقع فين، عينك بتروح لاني كيرفز في المنحنى، يعني لازم طول الوقت تبقى انت اوير بقصه الاناليتكس والكلام ده، لازم تبقى عارف مش بس بتعرف تشغل الميتا ادز والجوجل ادز او الادز والبزنس بلاتفورمز، لا انت لازم تكون فاهم داخليا كيف تدار الامور، يعني هو الميتا ادز ده از الجوريزمز كده ازاي بيشتغل، مش شرط تعرف اسرار الاسرار، مفيش حد منا بيعرف اسرار الالجوريزمز هاو تو ورك، ولكن انت تبقى عارف الميكانيزم الطبيعيه او الاليه الطبيعيه لعمل هذه البلاتفورمز او هذه الالجوريزمز عشان تبقى متخيل الموضوع ده ماشي ازاي، تعلم التستنج الاي بي تيستنج وطبعا السي ار او، لازم تتعلم الحاجات دي كويس قوي، تكون على الاقل في بداياتها، مش هقول لك ان انت تبقى مور بروفيشنال او اكسبرت، بس على الاقل تكون فاهم الحاجات دي كويس قوي، تنفذ مشاريع حقيقيه بقى بايدك حتى لو مشاريع خاصه بيك انت، وتبني بورتفوليو صغير، عملت تجربه 2 3، مش لازم في الاول بادجتس كبيره، وانا عارف طبعا ان في شركات بتطلب ان انت تكون ادرت حملات ببادجتس كبيره وعملت حاجات محققه ملايين النتائج، ولكن خليني اقول لك انه التجارب الصغيره تؤدي الى المتوسطه ثم الكبيره، فامشيها خطوه خطوه هتلاقي الامور اعتقد انها تمشي معاك بشكل الطف كتير. كل شركه اكيد من اهم اهدافها او بتحلم بالكروس او بالنمو، ان الكوارتر ده غير الثاني، السنه دي غير الثانيه، ان دايما في تطور وتحديث، والتطور دايما عند الشركات نمبر 1 هو فاينانسز او ماليات، فطبيعي زياده الارباح
قبل زياده اي شيء تاني بالنسبه لاي شركه، لكن قليل جدا اللي بيعرف يحقق ده او يحط البلان ويشتغل شغل يومي ومستمر على انه يحقق البلان دي او الهدف ده. لو انت عندك شغف بالارقام كويس جدا والتجربه وتحويل الافكار لنتائج، وقادر ان انت تشتغل في الضغوط والمميزات زي العيوب اللي قلناها من شويه في الشغلانه دي، فاعتقد الوظيفه دي تستحق ان انت تبدا رحلتك فيها. ولكن اكتب لي كده في التعليقات، انت شايف نفسك جروس ماركتنج، جروس ماركتير او جروس ماركتنج مانجمنت، ولا انت شايف نفسك في وظيفه ثانيه حابب نتكلم عنها؟ احنا هنتكلم عن وظائف كتير قوي طول ما احنا مع بعض، نتكلم عن وظائف كتير قوي ونمشيها ستيب باي ستيب. طيب اخر حاجه بقى عشان اختم بيها الفيديو، ودي اهم دقيقه تقعدها معايا في الفيديو ده، ان انت تعرف بقى تقييم سريعا. انا هقيم من 10 في الفيديو ده، خليني اقيم لك كده اركان الشغلانه دي من 10. عندك الراتب، اتكلم من 8 او 9 من 10، لانه رواتب عاليه جدا وخصوصا في المانجمنت ليفل. طبعا فرص الجروس او فرص التطور او فرص ان انت توصل حتى في الترقيات انك تعلى لحد البورد هي تقريبا 9 او 10 من 10. دي من اكثر الفرص اللي تقدر تصعد في ترقياتها للبورد. تاثير الاي اي او الذكاء الصناعي في المستقبل، انك الشغلانه دي ممكن يستبدلك الاي اي في يوم من الايام ولا لا، او حتى يساعد بجزء كبير من مهام عملك فيها، لا هي تقريبا 3 او 4 من 10. الجروس ماركتنج يا جماعه بتعتمد كتير قوي على بروسيسنج، على مخك، فده عايز مجهود اوفر اند اوفر وسنين اوفر اند اوفر في الاي اي علشان تقدر ان هي وزاوت اي مانيوال اي تدخل بشري ان هي تعمل الكلام ده. ضغط العمل خليني اقول لك لا بصراحه هي فيها ضغط عمل، يعني هي من 8 ل 10 تقريبا او من 7 ل 10 ده فيها ضغط عمل. سهوله انك تخش المجال او انك تتعلم مجال بصراحه مش سهله قوي، فانت بتتكلم من 4 ل 5 من 10. فانت محتاج ان انت تكون يا اما انفولفد في الديجيتال ماركتنج فيلد، او ان انت تاخد تراك ومشوار طويل قوي يمكن يعدي 5 او 6 سنين في التدرج والترقيات عشان توصل للوظيفه دي. فرص الريموتلي او العمل عن بعد او كده، او فرص حتى ان انت تشتغل بالبروجكت او برير كونتراكت يعني 1 يير او كده او بتاع، لا هي فرص كبيره جدا جدا، لان الجروس ماركتنج ما بيثبتش في شركات كتير. فممكن شركه بتغير الجروس ماركتنج مانجمنت او جروس ماركتير عندها من وقت للتاني، فممكن تعمل معاها كونتراكت سنه، كونتراكت كوارتر، كونتراكت 6 شهور. ممكن تشتغل ريموتلي عن بعد، دي فرصها كبيره جدا من 8 ل 9 من 10. ننصح بيها الناس اللي لسه فريش او كده؟ لا بصراحه ما انصحش بيها الناس الفريش، لسبب ان هو تراك طويل ومحتاج دراسات كتير. فحضرتك لو كنت لسه فريش جرادويت، فانت محتاج ان انت تشتغل الاول في مجال الديجيتال ماركتنج والاي كوميرس، تقعد فيه شويه سنين محترمه، تتعلم فيه اشياء كتير جدا جدا، تتدرج فيه في وظائف او تتنقل في وظائف كتير جدا جدا في الديجيتال ماركتنج والاي كوميرس. بعد كده تفكر ان انت تبتدي تاخد التراك الادفانسد شويه وتروح ناحيه الجروث. يكون اهتمامك مش بس انك بتأدي الجوب بتاعتك، لا اهتمامك ان انت كمان تحسن او تكون سبب في زياده الجروث. كده يكون النهارده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعنا النهارده عن الجروث ماركتنج مانجمنت او مانجر. بالتوفيق للجميع، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه من بتشتغل ايه، ونتكلم عن وظائف كتير قوي بالتفصيل وبشكل مطول زي كده. اكتبوا لي طبعا في التعليقات لو اي حد فيكم عايز نتكلم عن شغلانه معينه او نتكلم حتى عن حاجه معينه، نتكلم في كل الشغلانات ونتكلم في كل الحاجات مع بعض. وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.